مستني دقيقة واحدة تفضي علشان تقعدي جنبه. اللي هقولهولك دلوقتي ده سر المشكلة دي وحلها في نفس الوقت. في نوع من الرجالة لو مراته اختفت مش هياخد باله، لو لابسة لبس جديد وحلو وعاملة شعرها مش هيلاحظ اصلا، ده حتى لو هي تعبانة ما بياخدش باله انها تعبانة. هو ده الزوج المهمل، دي مواصفات الزوج المهمل. السؤال المهم هنا، هل الزوج المهمل مش بيحب مراته؟ لا، الحب ملهوش علاقة بالإهمال، لازم نصنف الحاجة صح. هو مهمل بس هو كده كده بيحبك، ملهاش علاقة ببعض. النهاردة هنتكلم عن أول نوع من الإهمال، هو إهمال الزوج لمراته نفسيا وعاطفيا. طبعا هنقول حبة أفكار سهلة وبسيطة زي كل مرة، وأحيانا بتبقى مجنونة. بس قبل ما نبدأ ما تنسيش تعملي لي لايك عشان تشجعيني، ودعوة حلوة كده في الكومنتات، ويا ريت تعملي لي اشتراك عشان تشوفيني تاني. أول حاجة، الإهمال مش دايما بيبقى عن قصد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الراجل ده ممكن يكون غرقان في الشغل، دماغه دايما في الشغل وبيهمل في حاجات تانية اللي هو حضرتك. وفي نوع تاني من الرجالة تفكيرهم اللي هو خلاص انا اتجوزتها هعمل ايه، يعني ضمنها، ضمن وجودك في حياته، يعني اتركنتي على الرف. واحنا معلش ما بنتركنش، وهقولك هتعملي ايه. انت حتى لو سألتيه انت بتحبني ولا لا هيقولك طب ما انا بحبك، ايه جديد ما انت عارفة يعني. انت غريبة جدا، انت عايزة تسمعي كل شوية اللي هو بيحبك ولا ايه؟ طب ما تدلع، قول لها في ايه، ما كنتش انت تدلعي مين هيدلعها يا جدع. تعالى اقول لك بقى على 4 علامات لو موجودين في زوجك هو فعلا مهمل. مش حاجة واحدة بس وتقولي بصي هو ده يا ايه اللي انت قلتي عليه، لا مش حاجة واحدة، حرام ما نظلمش لو هو بيعمل حاجة واحدة منهم كده، ولا حاجة غفلة كده جت منه، لا معلش ما نمسكش في الحاجة ونقول الراجل ده مهمل بالعافية. اسمع ال4، ولو ال4 عنده يبقى فعلا هو الراجل ده مهمل، او 3 يعني، بس اكتر اقل من كده قصدي ما ينفعش، مش اي حد نقول عليه مهمل معلش. رقم 1، ما بيسألش عنك. يعني في الشغل ما بيسألش، مش هو عنده شغل وما بيسألش، لا هو عنده وقت ان هو يكلمك ما بيكلمكيش. رحتي عند مامتك ما بيسألش فيكوا، يا هي امي مسافة هعمل حفلة، لا يبقى كده الراجل ده فيه حاجة غلط. 2، مش بيسمعك وانت بتتكلمي، يعني من الاخر بيطنشك. لو هو بقى مركز في حاجه تانية وانت بتكلميه يبقى انت اللي غلطانه. لا احنا بنتكلم على واحد فاضي وعارف يسمعك بس ما بيسمعكيش وقاصد. 3 حاجه، مش بيشاركك الحاجات اللي بتحبيها، يعني الحاجه اللي انت بتحبيها مش بيهتم زيك، او يعني النص يبين اللي هو مهتم. في رجاله بتكتم كده، اللي هو ايه حاجه هي بتحبها، ايه ده، بتتفه بقى من الحاجه اللي هي بتحبها، فاكيد في حاجه غلط. رابع حاجه دي ومهمه جدا، مش بتحس منه بتقدير، مش بتحس منه باهتمام، ما بيقولش كلمه حلوه، كل فين وفين، كل كام سنه كده بتسمع منه كلمه حلوه، كده في حاجه غلط. تعالي بقى نتكلم في حته ليه الست بتتوجع من الاسلوب ده او من الاهمال. ليه؟ لان واحد، هي بتحب تسمع كلام حلو، ده هي بتعيش عليه نفس اكسجين كده، الكلام الحلو ده اكسجين بالنسبه لها. تاني حاجه، بتحب تحس ان هي مهمه للنص التاني اللي هو جوزها. لو الحاجات دي مش موجوده بتحس بوحده رغم ان هي متجوزه. نيجي بقى للحل، عايزاكي تتعاملي بذكاء، كل اللي هقولك عليه تعامليه بذكاء مش باندفاع وبعواطف. اول حاجه لما تيجي تتكلمي معاه لازم تختاري الوقت الصح، اللي هو ما بيعملش حاجه اهو يعني هيسمع، قاعد هيسمع. وطبعا تتكلمي بالرقه وهدوء، وما تطلعيش الطلعه بتاعتنا دي، لا احنا مش هنتكلم بنرفزه خالص، وبنتكلم بهدوء وقلتلك بشويه ذكاء علشان ناخد اللي احنا عايزينه من غير ما يقلب الترابيزه علينا. هتتكلمي معاه وتقولي له ان اخر فتره بس انت زي الفل، بس هي اخر فتره، اخر فتره احنا ما بقيناش قريبين من بعض زي الاول، حاسه ان احنا كده بعدنا عن بعض، عايزين نقرب من بعض تاني. هنعمل ايه علشان نقرب من بعض تاني؟ 1، لازم يكون في مكالمة ما بيننا الصبح، يعني احنا بنسأل على بعض عادي، مش لازم تكون فيها بيض وعيش والجبنة وهات وانت جاي، لا ملهاش علاقة. احنا بنتكلم عادي، بنسلم على بعض عادي، ايه عامل ايه، فطرت ايه، فطرت وما اعرفش ايه، لازم يكون في تواصل ما بيننا الصبح، تمام، وهو في الشغل عشان ما يبقاش نص اليوم، ما هو نص اليوم في الشغل، لو نص اليوم ما بيكلمكيش، لا لازم يكون في تواصل. لما يرجع من الشغل بقى نعمل ايه؟ نشوف حاجة احنا الاتنين بنحبها ونعملها مع بعض، ان شاء الله تلاقوا مسلسل تتفرجوا على كل يوم حلقة عادي، المهم يكون في كل يوم انتوا بتقعدوا جنب بعض بتعملوا حاجة. نرجع بقى لحضرتك، لازم تهتمي بنفسك لنفسك،
ليه بقى؟ علشان ما نبقاش مستنيين اللي هو يتعاطف علينا ويدينا كلمتين حلوين، لا انت تهتمي بنفسك وتحسي بنفسك وتحسي بقيمتها علشان اللي قدامك يحس بقيمتك. نظرتك لنفسك هي نظرة الناس ليكي، فلازم انت تقدريها علشان هم يقدروها. حقيقي بجد لما انت تحبي نفسك هيوصل للشخص التاني وهيقدرك وهيحبك. تالت حاجة، دوري على اي حاجة تانية مصدر سعادة ليكي غيره. يعني ما تقعديش طول اليوم بتدوري عليه، هو كده مش هيجري وراكي. قلتلك قبل كده الراجل صياد، عايز هو اللي يصطاد، مش انت اللي تقعدي تجري وراه. احنا عايزينه هو اللي يدور عليكي، مش انت اللي تدوري عليه دايما. اللي هقولهولك دلوقتي ده سر المشكلة دي وحلها في نفس الوقت. انتي، ايوه انتي السبب، انتي اللي دلعتيه، انتي اللي بتجري وراه. هو يدور عليكي ليه اما انتي في وشه؟ خليه هو اللي يدور عليكي، خليه هو اللي يعني مستني دقيقة واحدة تفضي علشان تقعدي جنبه. انت فاهماني؟ واصلالك؟ اغلب المشاكل اللي بتجيلي في مشكلة الاهمال دي ان الست هي اللي بتجري وراه دايما. طب هو هيجري وراكي ليه؟ ليه دايما؟ هو بقى شفاطة، هو استقبال بس، انت خليتيه استقبال بس، بيستقبل من كتر ما انت اللي بتدي وبس. بقى هو شخص اتحول للاستقبال، هو مستقبل بس، هو بياخد بس، شفاطة ما شاء الله. اقسم بالله يا بنتي لو طنشتيه كده، بس انت على سنجة 10 طبعا، ها، وبرقية كده، مش ت- تطنشيه وفي نفس الوقت انت قاعده بتزعلي العيال وعامله زي التوحش كده، توحش متوحشه كده في وسط البيت. لا انت مطنشاه، قاعده بتتفرجي، عايزه بتاكلي الفشار بتاعك، بس هو نزل مع طنشي عادي براحتك. انا مش زعلانه جدا. هو بقى يحس فيه ايه؟ مالها متغيره؟ لا هو بقى اللي بيدور، هو اللي بيفكر، هو اللي عايز يقرب. احنا عايزين نوصل لده. وطبعا التقل صنعة، لازم اوضح لكم. يعني لما يتصل بيكي، مره تقعدي تتكلمي معاه وانت وانا والسوسوه بتاعت اللفلفه دي، وبعدين المره اللي جايه، طب معلش قفلي بسرعه، طب معلش قصدي الاكل على النار والواد ما اعرفش ايه والبت الايه مره مره يبقى عايز يكلمك وعايز يطول في المكالمه، بس انت وراكي حاجات، يا البت وراها حاجات، مشغوله جدا. في اخر الفيديو عايزه اقولك الاهمال مش معناه اللي هو مش بيحبك، بس العلاقه عايزه تبقى ريفرش كده، واهم حاجه نغير من نفسنا علشان اللي قدامنا يتغير. وبس كده، ده نهايه الفيديو. ما تنسيش تعملي لي اشتراك وتكتبي لي دعوه حلوه وكومنت كده من القلب يعني، و اللايك طبعا. انا فصلت ولا ايه؟ خلاص انا هبطت من الحر. المهم بس كده. سلام سلام.